السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نسوي أكلة سهلة اللي هي من أفخاذ الدجاج. هاي الصغار إحنا نسميها هنا بالجنوب بالبصرة كيت كات. هاي أنا سلقتها طبعا، سلقتها بكاري وكركم وثوم وبصل ومي. سلقتهن لحد ما يعني صار نص استوى، يعني تقريبا استوى بس يعني مو كلش. هذا سلقتهن. بعدين حضرت وياهن البصل وفلفل والطماطة وكاري وملح ومعجون وتوم هند. هسه خليت التاو على النار وضفت لها الدهن. هسه أول شي نضيف الأفخاذ هنا. أفخاذ كيف حسب العائلة اللي عندك. نقليهم شوي وبعدين نضيف المكونات. طبعا هسه نضيف البصل ونضيف الفلفل، نضيف الكاري والملح وبعدين نخلي المعجون. طبعا هسه نضيف الطماطة ما نتقلى البصل والفلفل، نقلب الطماطة شوية وياه وبعدين نضيف المعجون وتمر الهند. طبعا هسه شوي حسب الطماطة راح نضيف المعجون والتمر الهند. ان شاء الله من ينشف انه بنصب وياه تمن. طبعا انا طبخت التمن وزلاطة شوية، يعني ما أقولكم على الريحة والطعم والضيم كلها حلوة. طبعا وهاي المرحلة الأخيرة شوفوها، يعني شكله طيب وشهي وكلش حلو. احنا دائما طبعا نسويه ويا الزلاطة والتمن والخبز. ورجاء سووها وادعوا لي وألف عافية وبالهناء والشفاء، ورجاء عرفوا لي واشتركوا على قناتي. مع السلامة.